السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان: هل للبوتوكس آثار جانبية يا دكتور على الجبهة؟ اقول لك البوتوكس انا اصلا من الناس اللي بترفضه تماما، لانك انت يعتبر كده بتلعب في حاجات ربنا خلقها ومش هتجيب لك فايدة جامد. طب ايه الحاجات اللي بيعملها؟ اول حاجة ممكن يعمل لك تورم، ممكن يعمل لك كدمات، ممكن لو انت حقنت بالقرب من العين تبدا تحصل جفاف في العين، يحصل عدم رؤيه كويسه، يحصل لغوشه في الرؤيه، تبدا تحصل له اعراض جانبيه، بيحصل ساعات عدم تناسق في التجاعيد، لانك انت بتلعب في. طب انا عندي حاجات طبيعيه ممكن اكلها واحافظ على ان انا اخلي الكولاجين مثلا يتكون بشكل طبيعي، احسن من ان انا ادخل في الحتت اللي فيها دايلمات دي وادخل في حاجات تدخلني في متاهات انا في غنى عنها. فالبوتوكس على كل الاحوال يا جماعه بلاش حد يلجا ليه. احنا بنتكلم من جانب الناس اللي بتحقنه عشان تشد البشره او عشان تقوي مثلا عضلات الوش، لا ابعد عن الكلام ده نهائي، خليك دايما طبيعي. في بعض الحلول الانسان اخترعها بوظت اكتر ما كانت عايزه تفيد الانسان. دي كانت حلقه النهارده. لو عايزين نتكلم في استفاضات تانية اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.